في المسطره دايما القبضه دي اسمها قبضه الموت. الشاب اللي انت شايفه ده مناخيره اتكسرت وعظم وشه اتكسر بسبب حاجه بسيطه جدا كلنا بنعملها، اتكلمت عنها في تمرين الصدر. لو انت بتمسك البار على الحته دي وصفت لك ايه اللي بيحصل. نفس الكلام هنا لو انت بتلعب تراي وبتلعب كده، شوف اللي بيحصل ان دي ممكن تيجي كده، وطبعا لو الوزن تقيل بتفلت تيجي في وشك. الراجل ده كان بيلعب ازاي؟ كان بيلعب نفس المسكه دي بس ايه كده اهو. اللي حصل ان هو كان عامل كده وقامت دي ايه، شوف انا عايز اديك بس وصف، دي اتزحلقت اهي، تعالى ياسين كده شوف دي اتزحلقت كده اهي خلاص، قامت دي داخله كلها في ايه، في وشه على طول، اتكسرت وشه باظ. الفكره كلها ان الابهام ده عباره عن لوك رباني ربنا اداهولك علشان تبدا تحكم قبضتك على اي حاجه بتلعب عليها، وخصوصا ان للصدفه برضه احنا بنزيت اوقات ايه، دي فيها زيت اهي خلاص، بنزيت اوقات المنطقه دي، فتخيل ان دي عرقانه او فيها زيت او لاي سبب مفيش تحكم كامل في القبضه لانك مش قافل اللوك ده، ايه اللي هيحصل؟ هيزحلق منك خلاص. فعشان كده بتلعب اي قبضه في عمليات البوش تحديدا، سواء في الكتف او في التراي او في الصدر، بتقفل كده. بتلعب تراي يبقى بتلعب كده، شوف مهما كان وزنك اهو، انا بلعب كده اهو تمام. لو عملت كده خلاص وارد جدا تتزحلق مني وتعمل زي ما قلت لك كده، شوف هتيجي كده وهتطلع في وشك، بتيجي برضو نفس الكلام اهو خلاص، قافل ايدي كده كده. مهما حصل يعني اسوأ حاجه ممكن تحصل وزن عالي عليك هترجع بيه عادي، لكن فكره ان هو يتزحلق منك ويمشي على الحته دي ويدخل في وشك مش هنشوفك في الجيم تاني، وهتفضل طول حياتك بتعالج في مشكله كان سببها بس انك انت مش قادر تفهم ان القبضه 50% من تحكمها الكامل بيكون بسبب الابهام وقفلتك عليه. مساء الفل.